أكبر وجع في الحياة مش إنك تفشل. الوجع الحقيقي إنك تكتشف إن بعد سنين تعب، إن أنت بنيت سلم على حيطة غلط، مشيت طريق مش مناسب ليك، مش ده المكان الحقيقي اللي أنت مرتاح فيه واللي أنت تستاهل إن أنت تكمل فيه بقية حياتك. الاختيار الغلط كلنا وقعنا فيه. مفيش حد عاش حياته مثالية، مفيش حد مرتكبش أخطاء وندم عليها. بس الفكرة هنا، هل إحنا بنتعلم من أخطائنا؟ هل بنقف وناخد خطوة ورا ونقول هل هنبقى مرتاحين لو كملنا في نفس الطريق؟ هل المستقبل اللي بالشكل ده هيبقى مناسب لينا؟ هل كل حاجة حوالينا ماشية مظبوط وواخدانا للطريق الصح؟ طب إيه هي التكلفة اللي ممكن ندفعها قدام؟ ليه دايما عينينا بتبقى واخدة نظرة عن الوقت المؤقت اللي إحنا موجودين فيه؟ وإيه الفكرة إن إحنا خايفين ناخد الخطوة دي ونبعد عن كل حاجة ممكن تكون إن هي سبب أذى؟ يا ترى خوف من الوحدة ولا احتياج مش عارفين إن إحنا نلبيه بطريقة صح؟ حاجات كتير، كل شخصية بتختلف عن التانية في الاختيار الغلط اللي هي اختارته وعن الطريقة اللي بتحاسب بيها نفسها. تأثير التكلفة، هل خسارة السنين اللي ضاعت ممكن تبقى سبب كبير إن إحنا مش قادرين إن إحنا ناخد الخطوة دي؟ طب هل لما نبص ورا ونلاقي الوقت اللي إحنا قضيناه في الطريق ده كان كله غلط، هل الصح إن إحنا نندم على السنين اللي فاتت ونفضل مكملين بنفس الطريقة، ولا نبص قدام ونبتدي إن إحنا نقطع كل الروابط اللي كانت سبب في اللي إحنا وصلنا ليه؟ هل نظرتنا بتبقى إن إحنا بنبص لقدام ونظرة المستقبل وبنشوف تأثير الماضي ده ممكن في المستقبل يبقى أصعب ويعمل لنا مشكلة أكبر ولا لأ؟ إزاي ترجع خطوة ورا عشان تنقذ الباقي من عمرك؟ مشكلتك محتاجة حاجة واحدة بس، إن أنت تصارح نفسك باحتياجاتك وبإيه اللي أنت مش عارف تلبيه لنفسك، وإن أنت تبقى صريح مع نفسك في كل حاجة وكل مكان أنت موجود فيها، سواء علاقة، سواء شغل، سواء خطوة أنت بتاخدها في أي مجال. لازم يبقى عندك نقطة الصراحة مع نفسك عشان تقدر إن أنت تختار صح وتكمل مرتاح. الاختيار الغلط هو موضوع بيمس كل إنسان، لأننا كلنا بنخاف نغلط في اختيار شريك حياة أو وظيفة أو حتى الطريق في الحياة. الاعتراف بالخطأ عمره ما كان ضعف، الاعتراف بالخطأ قوة. الضعف والغلط هو إن إحنا نكمل في نفس الطريق اللي سبب لينا أذى. ما تنساش تحب نفسك، لأن نفسك تستاهل كل خير.